تخيل تعبد ربنا 70 سنة وتموت كافر، ومش أي كفر، ده سجد للشيطان نفسه. الرواية دي ذكرت في القرطبي والطبري وابن كثير. كان في واحد اسمه برصيصة أو الشهرة بتاعته عابد بني إسرائيل، فضل يعبد ربنا 70 سنة في الصومعة بتاعته، ما بيعملش حاجة تانية غير عبادة. وكان في 3 إخوات طالعين في رحلة طويلة شوية وعندهم أخت وحيدة، فهيستأمنوا مين في القرية كلها غير العابد برصيصة؟ قرروا إن هم يروحوا له ويسيبوا أختهم عنده. في الأول برصيصة رفض، ولكن الشيطان بدأ يوسوس له إن ده باب خير وعمل خير وهنسيبها عند حد تاني الله أعلى وأعلم هيعمل فيها إيه. قبل العابد برصيصة ودخلها وقال لها إن هي هتفضل في غرفة وهو هيفضل في غرفة. دي كانت أخطر نقطة، لأن الشيطان بيحاول معاه بقاله 70 سنة ومش لاقي له مدخل. دخله من عمل الخير وبدأ يتدرج معاه واحدة بواحدة. كرم ضيافة، هات الأكل وحطه قدام غرفتها وبس وخبط وامشي. الخطوة التانية بدأ يوسوس له إن يسألها إذا كانت محتاجة حاجة ولا لأ. الخطوة التالتة، البنت قاعدة وحيدة بقالها فترة، كلمها من ورا الباب كده اطمن عليها. الخطوة الرابعة واللي قبل الأخيرة، ادخل كلمها دي زي أختك مفيش أي مشاكل. ومرة ورا التانية برصيصة اللي كان قاعد بيعبد ربنا 70 سنة وقع في الفاحشه. هنا الشيطان قرر ان هو يتدخل بنفسه. فانت اقتلها وادفنها، ولما اخواتها يرجعوا من السفر قول لهم ان هي مرضت وماتت. برصيصه قتلها هي والجنين اللي جوه بطنها ودفنها في الشجره اللي جنب الدير بتاعه. لما اخواتها رجعوا تظاهر برصيصه بالحزن الشديد وبلغهم ان هي توفت بسبب ان هي مرضت ودفنها عند الشجره دي. فالشيطان يقرر ان هو يجي لهم هم الثلاثه في الحلم في نفس الليل ويقول لهم ان العابد كذاب، ان هو عمل الفحشاء مع اختكم وقتلها بعد ما حملت ودفنها عند الشجره اللي جنب الدير. تاني يوم لما الاخوات صحوا حكوا لبعض، فاستغربوا جدا ازاي نفس الحلم جالنا احنا الثلاثه. فقرروا ان هم يروحوا يحفروا ويطلعوا جثه اختهم. طبعا لقوها مقتوله وفي بطنها عيل. ده الشيطان تجسد لبرصيصه وقال له انا اللي وقعتك وانا الوحيد اللي قادر ان انا انقذك، هم جايين دلوقتي عشان يقتلوه، لو عايزني اساعدك فانت هتسجد لي. من الخوف والرعب من الثلاثه اخوات ومن اللي هو عمله اضطر ان هو يسجد للشيطان. الشيطان يضحك ويقول له اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. رغم ان الروايه دي في الاسرائيليات، ولكن في ايه في القران بتقول كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. افهم كويس جدا ان الشيطان استحاله يجيب لك الكبيره مره واحده، مش هيجي يقول لك اذني او اسرق او اقتل، هو هيبدا معاك خطوه بخطوه. قولوا لي بقى في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ايه الخطوات اللي الشيطان بيعملها عشان يوقع الانسان في الكبائر؟ ما تنساش الفولو عشان اشوفك في فيديو بكره. بحبك في الله، يلا بينا توبه، خش في قلبي.